بيلعب هاني رمزي ليبرو، وقدام هاني بيلعب 2 مساكين، طارق العشري رقم 4 وسمير كمونة رقم 3. في الجنب اليمين بيلعب ياسر رضوان لابس فانيلا رقم 2، وفي الجنب الشمال احمد نخلة لابس نمرة 7، وفي وسطهم بيلعب محور او لاعب ارتكاز هادي خشبة. قدامهم بيلعب طارق فهيم ناحية الجنب اليمين، وفي الجنب الشمال وليد صلاح الدين، وقدامهم بيلعب احمد الكاس، وراس حربة بيلعب راس حربة متقدم عبد الله الصاوي. ده تشكيل مصر. ان شاء الله تأهلت تقريبا للدخول، وهنتابع احداث لقاء الشوط الاول، وهيبقى على يمينك منتخب الجزائر باللون الابيض، وعلى شمالك منتخب مصر باللون الاحمر. بدأت المباراة وماشي هاني رمزي على طول بيقطعها لياسر رضوان. طارق فهيم، فريق الجزائري بيلعب 4-4-2، طبعا دي طريقه دفاعيه. وليد صلاح الدين، وليد صلاح هيشوط بيلعبها لاحمد الكاس، احمد الكاس بيتعدي منه لاحمد ويرجعها ورا لياسر رضوان، بيلعبها حلوه ولكن تيجي حلوه ياخدها على الطاير وليد صلاح، ولكن هنشوفها مره ثانيه اهو. ياسر رضوان بيلعبها مسقطها جميله جدا، ياخدها على الطاير دبل كيك، ولكن تيجي على يمين حنشه. وماشي ياسر رضوان، ماشي ياسر جنبه طارق فهيم لهادي خشبه، هادي خشبه لاحمد الكاس، احمد الكاس في اليمين حلوه لوليد صلاح. يلا يا وليد، بيعدي وليد وبيلعبها على الشمال، شوط ده جامده طارق فهيم حلوه بس على شمال حنشه. هارد لاك لازم نشجع، نشوفها مره ثانيه اهو. ادي وليد بيلعبها بالكعب حلوه لطارق اللي بيشوطها قنبله على يمين حنشه. لهم مكانهم الافريقي ولهم مكانهم العرب. ياسر رضوان في الشمال بيلعبها لاحمد نخله لطارق فهيم، في الشمال عبد الله الصاوي لاحمد نخله، شوشه حلوه جت في دعم، برافو يا حنشات، وتترد تاني لسلاطيني ولكن تتغدى مع هارد لك. فرصه حلوه قوي تروح من مصر. حنشات وشايفين هتشوفها مره ثانيه اهو، قنبله تيجي في ايد حنشات والقائم، وحنشات وهو طاير الظاهر يخبط راسه في القائم تقريبا. وهنا الحكم طبعا لازم، وهيلعبها زروتي جاي من الناحيه الشمال عشان يلعب رجله الشمال عشان تعمل واو، وترد لهاني رمزي، برافو يا هاني، لسمير، تروح تاني لزروتي وهو لسه نايم، تتلعب طويله لوليد صلاح لوحده، لكن سلاطني بيرد وحطها جوه الجون الاول لمنتخب الجزائر. يجيبوا قاسي سعيد، يا شايفه صفاوت نمره 10، يجيب الجون الاول لمنتخب الجزائر بعد مضي حوالي 42 دقيقه. لعبه من صفاوت لقاسي سعيد، يحطها قنبله على شمال نادر السيد. ومعلش ده طبعا مش هيأثر على معنويات منتخبنا. واتلعبت لوليد صلاح، لاحمد الكاس، ادي قاسي سعيد اهو اللي جاب الجول للجزائر في الدقيقه 42 زي ما بقول لحضراتكم. وادي قاسي ولاعيب كويس قوي برضه، وبيمثل جيل الخبره هو ومناد، وبيصفر عرجون عبد الرحيم حكم ماتش النهارده الدولي المغربي عشان ينتهي الشوط الاول والنتيجه 1-0 لصالح الجزائر. وزروتي، وخط النص مفتاح وديزيري وجمال مناد وصايب، وخط الهجوم صفاوت وقاسي سعيد. زي ما احنا شايفين حضراتكم الجزائر سنة 90، صايب بيلعبها في الشمال لسلاطني اللي بيعدي العاب العرض، ولكن تترد تاني في العارضة. وشايف في هجمة مرة تانية الحمد لله، شوفها مرة تانية اهي، تعدي من ياسر رضوان ولسه ما خرجتش العاب العرض، ويطلع قاسي سعيد برضه استخبط في العارضة الحمد لله. رمزي وماشي هاني
لازم مسانده طبعا من خط الدفاع في نص الملعب. وادي لعبه على طول عبد الله الصاوي، نازل عبد الله لسه مع عبد الله الصاوي، وينقلها على طول لاحمد الكاس، والكاس على طول لوليد صلاح الدين، وماشي وليد وبيلعبها احمد الكاس. يا خبر ابيض، عايز ياخدها احمد مباشره على طول بوش رجله الشمال عشان تلف، انما تبعد شويه. معلش نقلتين ثلاثه والله وفرصه كبيره قوي بتروح اهو. بص احمد بياخدها بوش رجله الشمال، انما تلف منه قوي شويه فتطير. هيطلع احمد الكاس وهينزل ابراهيم المصري. ابراهيم المصري يبقى ده اول تغيير لمصر بعد حوالي 13 دقيقة تقريبا. نزل ابراهيم المصري وخرج احمد الكاس. لطارق العشري، لطارق فهيم. طبعا تيم الجزائر في نص الملعب، خدوا حضراتكم بالكم معانا، ضغط من دايرة نص الملعب وبيقربوا قوي عشان الكرة يبقى فيها التحام. ادي شوطة حلوة، جول جول! يا خبر ابيض! يا ولد يا ابراهيم يا مصري، كرة حلوة حلوة حلوة! يا خبر ابيض! 1-1. ابراهيم المصري لعيب هايل هايل هايل. استلم وفي لمحة البصر، في لمح البصر بيبعت صاروخ على طول ارض جو على شمال حنشات. يا عيني كورة حلوة قوي 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 قوي. برافو يا ابراهيم يا مصري، لعيب كويس وبيثبت اقدامه فعلا. ابراهيم المصري اهو عنده ثقة ومفيش تردد. استلم وبص هيعدي ازاي، وعدى ومفيش على طول تردد، شاط على طول عشان تمشي في الزاوية البعيدة. وادي حنشاد اهو بيبص لها. كورة حلوة قوي 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 قوي. 1-1. المصري بعد 16 دقيقة بيجيب جول التعادل لمصر. ادي لعبة تاني بترجع للجزائر، ولعبة يا خبر ابيض. الماتش بقى مثير وجميل قوي في الشوط الثاني، هجمة هنا وهجمة هنا. ادي الجزائر اهو، منتخب الجزائر الشقيق بيضيع منه جول والله برضه زي ما قلنا على فرصتنا الكبيرة لابراهيم المصري. ادي لعبة تانية للجزائر، انما الحمد لله. لعبت ضربة المرمى لمصر، منتخب مصر 1 والجزائر 1. وزي ما سمعتوا حضراتكم ابراهيم المصري كابتن الدموع على عيون محسن صالح المدير يعني الفني المصري. وده يدل يا كابتن مصطفى ان التبديل اللي عمله كابتن محسن صالح مين لصايب، وعلى مهله صايب عايز يعدي، وتاني بيلاقيلها وخد وهات لتصفاوت وتاني بكعب رجله خطر. الحمد لله ياسر رضوان حط رجله ياسر في توقيت كويس وبيطلع الكوره كورنر. كانت فرصه كبيره فعلا لمنتخب الجزائر، انما ياسر رضوان حط رجله في توقيت كويس قوي، حط رجله في توقيت كويس وتطلع بره الملعب كورنر للجزائر. مع بداية طبعا الموسم الجديد كل الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين والحكام بتعمل استعدادات طيبة، وزي ما احنا شايفين كل مناطق الحكام طبقا لتوجيهات لجنة الحكام الرئاسية بتعمل استعدادات للمنتخب في الموسم بكشف طبي واختبارات دي في الهاف تايم الثاني، وعشان كده الأداء اتحسن. وادي ياسر رضوان ماشي على طول، ونقله على طول تاني لمصر. ابراهيم المصري ماشي ونقله طارق فهيم، انما صفاره مدي رايه وصفاره اوفسايد. مدي رايه وصفاره، وهتتلعب الضربه الحره المباشره. وشايف حمزه الجمل داخل يشوط، وحمزه قنبله بس اتصد وتيجي في حمداني ويصفر الحكم الدولي عرجون عبد الرحيم لينهي احداث لقاء منتخب مصر ومنتخب الجزائر بتعادل الفريقين 1-1 بكده.